شايفين الست اللي انا مسميها السوبر هيرو دي اشطر طباخه واحلى واجمل طباخه ممكن تشوفوها. عليها ما شاء الله كده نشاط وحيويه، بس هي ليها حق صراحه. يعني واحده عايشه في الجو الطبيعي والريف ده، يعني الخضره كلها حواليها، وكل حاجه بقى من فرن موجود، من ورد موجود. اللي انا مستغرباه ان هي شالت الخروف كانها ما شاء الله بتشيل فرخه، يعني الله اكبر، الخروف وزنه تقيل جدا وشالته سوبر هيرو. حطيته كده ونقعته في محلول النقع بتاعها، اللي هو عشان الانسجه بتاعته تبقى طريه في الشوي. وراحت بصوا حتى الحطب اللي هتعمل بيه الفرن موجود عندها. فهي بقى خلاص كده بتسخن الفرن عشان هتقوم تعمل الايه، تسوي الخروف. بصوا هنا بيبين بقى، بصوا ايه، يعني هي قاعده مع نفسها، فين عيالها مش فاهمين. طب فين الضيوف اللي هتاكلوا خروف؟ برضه مش فاهمين. كل اللي فاهمينه كميه المناظر الطبيعيه اللي حواليها الخطيره دي. هنا بقى بتلعب بقى شويه لعب كده مع الكلب بتاعها، يعتبر هو الحارس بتاعها يعني. وهنا بتسخن الايه، ده مش عارفه فرن، تقريبا فرن برضو او ايه، او قلايه كده، هنشوف كده هتقلي فيها ايه. بص الورد وجماله والوانه. خلاص زيت اهو، كل ده زيت. هتقلي بقى البطاطس، هتغسلها كويس. شايفين الحوض نفسه في وسط الزرع. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ هو انتي تاخدينا بس نعيش معاكي يومين في الجو الجميل ده، نرتاح شويه. خلاص بصوا بتقيس درجه الغليان بتاعه الزيت اهو، كان غالي ولا لا. وتقلي بقى البطاطس. تفتكروا هي نشيطة ولا عشان خاطر كل حاجة متاحة وجنبها؟ يعني فرن موجود، حطب موجود، بطاطس والطبيعة، لأنها تقريبا الحاجة اللي بتزرعها هي بتستعملها، يعني اللي بتاكلها ولا ايه، كل حاجة زرعيها. احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو. خلينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة كده اهي. بصوا هتروح تجيب ايه، اهي هتروح تجيب الخضرة. كل حاجة زرعاها عندها، كل حاجة يعني ما شاء الله، كل حاجة متوفرة. ده بقى ولا ايه؟ عشان هي أصلا من جواها ست شاطرة. هي بتقطعه تقريبا، ده شبت قطعته. هي بتعمل تتبيلة، وادي التوم. رهيبة رهيبة بجد. هي ما بتعملش جوه، هي تبقى جوه بتنقع الخروف، لكن هي بتعمل ايه، كل طبيخها بره، كل الحركات بره. الجو جميل. خلاص البطاطس اتحمرت، هتاخدها. يبقى بتعمل التتبيلة الشبت بالثوم بالتوابل اللي حطيتها، هتتبل فيها البطاطس. رهيب يا جماعة، رهيب. الجو جميل فعلا. سبحان الله على الريف وجمال الريف والاكل والطبيخ وسط الطبيعة. شايفين بقى المنظر؟ بص البطاطس والله تتاكل كده لوحدها، تحفة. بص الفرن بقى، راحت بقى للخروف، شوف بتطلعه. يعني سوبر هيرو، انا هسميها سوبر هيرو زي ما بقول لكم. خدت بقى الخروف اهو، ما شاء الله. يلا العيد الكبير جاي بقى، واللي بيشفي واللي بينظف واللي بيذبح، والله في ستات بتذبح. دي مكنه كده او آلة اللي هي بتدب هي بتخلط بتاع ده البهارات ولا ايه، بتطحنها. عارفين ان هو بيقول لك خير ربنا كتير، فعلا خير ربنا كتير جدا. يا رب يرزق كل واحد بيتفرج على الفيديو، ويرزقه كل اللي بيتمناه يا رب، ويجعله سعيد في حياته كده. خلاص هي مسكته وهي بتعلقه، عشان ايه، هي لسه بتنضف فيه. تقطع بقى رجوله. تفتكروا بقى الرجول هتعمل بيها ايه؟ بص، احلى حاجه انها لوحدها، مش معتمده على حد، ولا تعالى ارفع معايا مثلا جوزها او اخوها او ابنها، لا هي مع نفسها، عندها اكتفاء ذاتي، كل حاجه لوحدها. عارف اللي هو يعتمد عليها فعلا. هي تقريبا عزومه بقى، هنشوف كده عزومه تقريبا عازمه كام نفر على الخروف ده، اكيد كتير. بص بقى بتتبله. ادي الكلاب حرصها. شايفين؟
تو بقى من بره وجوه، تكمل بقى تعليقه. تحشي بقى البطاطس اللي هي قلتها وتبلتها وطماطم، ما تحشي خضار يعني. احنا عندنا هنا بنحشي ورق عنب، واحنا هناك بيبقى يحشي بطاطس خضار. وانا مش عارفه ده الريف تركي ولا ريف سويدي، مش عارفه بالظبط يعني. خلاص بتفتح هتقفله بالرجول اللي هي قطعتها، شايفين؟ احنا خلاص متفقين احنا هنسميها السوبر هيرو. ست جامده كده، جامده حلوه شاطره كل حاجه يعني. بس هي شكلها نضيف، من ادواتها من اللي حواليها نضيفه وبتحب النظافه. دلوقتي الخروف بتاعته بقى هتفضل بقى ايه، ورق الزبده مع ورق الفويل، وتقفل عليه جامد ده وتدخله بقى الفرن. خلصت. يلا عندكم غدا ايه؟ عندنا غدا خروف، بس بسيطه. خروف، قامت بالخروف. خلاص بتعمل الفرن اهي. هتدخل. نستنى بقى نشوف النتيجه في الاخر. اكيد اكيد كلنا متخيلين الخروف ده لما يخرج يبقى عامل ازاي. يعني الف هنا وشفا للي كله. ظبط ده درجه الحراره وخرجت. بصوا الجو، شايفين المطره مع الخضره؟ ولو في احلى من كده مفيش. شايفين؟ ميه رهيبه. عشان كده ممكن تعمل الحاجه طالما هي مرتاحه وحابه انها تطبخ الاكل الحلو، وبتطبخ بحب للي بتعمل لهم الاكل، اكيد هيطلع الاكل اكيد اكيد هيطلع الاكل طعمه حلو. انها حابه الموضوع. هي تقريبا بقى بتعقم اهي بطرمانات. عشان تفتكروا هتعمل ايه، مخلل بقى ولا هتعمل ايه؟ ادينا هنشوف. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك. وايه رايكم في الفيديوهات النوعيه اللي زي دي؟ عايزه رايكم في الكومنتات. زرع كل حاجه، اللي نزرعه ناكله واللي ناكله نزرعه. زرعت، بصوا كل حاجه زرعها، كل حاجه عندها. ده كريز، يبقى هتعمل مربى. الله. لا ده كريز ولا ايه يا جماعه؟ حد يقول لي. تقريبا كريز. الجو الجميل ده، انتوا هتفضلوا طول الفيديو تسمعوا الجو الجميل ده، لان فعلا الطبيعه جميله عندها. وادي التوت ما شاء الله. يا ست انتي، يا ست انتي جريت ريقنا. كان على الخروف في الاول، ودلوقتي بالفكه اللي عماله تلميها دي. رهيبه ما شاء الله. والله الفيديو ممكن نقول عليه عارفين خير ربنا كتير، فعلا خير ربنا كتير. حصلت الحاجه اهي. والله احنا لو مكانها كنا زماننا دلوقتي، او انا عامه يعني كنا زماني اغسل واحده والتانية كلها على طول. هي قالت والله ايه على طول، ما لازم يعني، دي حركه تلقائيه اي حد يقوم بيها. مش معقوله تبقى قدامها الحاجه مش هتدوقها حتى. بص بقى، حبه من هنا وحبه من هنا وحبه من هنا. الله على الطبق وجماله. انا ما مش هعمله مربى، انا هاكله كده. انتوا عارفين والله الواحد نفسه كده يكون عنده اهل كده في ريف حلو كده يروح يقضي معاه. بس احنا ايه، المنظر الجميل ده ما يستهونش بيه يعني. اللي تفتكروا بتعمل ده كله ليها ولا هي بتبيعه بقى؟ يعني مش عارفين. بصوا الشقة هاي، وخدت الشجر. هي منها فيها، هي مكتفية عندها اكتفاء ذاتي بكل حاجة. هتاخد الشجر تعمل ايه؟ شجرة مقطوعة عندها، هتروح رميها على تأكل بيها الخرفان والغنم اللي عندها. اتفرج بص، وشدتها ولوحدها. بصوا ادي الخرفان والماعز اللي خدت منهم الخروف اللي هي قامت بيه اليوم النهارده. فاتصلت، بصوا بياكلوا. شوف بقى يعني، حتى يعني متخيلين ان هما الخرفان نفسها المعيز دول هيبقوا متربين ازاي؟ يعني اكيد لحمهم يبقى عامل ازاي. ربنا يزيده ويبارك.
احنا جايين هنقر عليكي ولا ايه؟ ما شاء الله عليها. بص بقى البطرونات، انا برضو ممكن تكون هي ممكن بتبيعهم او بتتاجر فيهم، لان هي بتعمل عامله كميه كتيره يعني. بصوا بقى بتحكمهم الغلق ازاي. بس هتغلي تاني ولا ايه؟ هي كل حاجه عندها، عشان كده ممكن تكون الدنيا سهله لما تكون الادوات متاحه قدامك كلها، فاكيد اكيد دي بتسهل عليكي حاجات كتيره يعني. شيء. طب والله الستات دي جدع، في اي حاجه بتسد. يعني لو انتوا اديتوها شقه قلت لها دينوها هتدينها، وتدينها على اكمل وجه. هتدوها حاجه تعملها في النجار هتعملها، حاجه في السباكه في البيت بتعملها. والله الستات دي بتبقى جدعه جدا، وبتعرف تسد في اي حاجه. هي عملت الخروف وعملت المربى وزي الفل ولوحدها، ما احتاجتش حاجه. ما نشوف بس العزومه دي هتبقى فين الناس اللي معزومين. انا عايزاكم تتخيلوا كده هتبقى عازمه مين، ولا هو غداها خروف من كتر حياة الرفاهية اللي هي عايشاها. اما نشوف. ارتاح طيب، ما تعبتش. هي كل ده مستنيه الخروف بقى؟ لا ده بتعمل بصوا كميه تانية، وانا بقول لكم الكميه كبيره يعني، ما شاء الله ممكن تكون بتتاجر فيها. والله ما قعدت الست من ساعه ما صحيت. والمنظر ده شكلها كمان اللي ماسكه الخروف نضفته وذبحته وشفته من جوه كله، ما شاء الله عليها يعني. هي شكلها كبيره كمان يعني، شكلها ممكن تكون جدا. اهي خلاص هطلعه. اللحظه المنتظره. شدي شدي. ما تقوليش انه تقيل عليك يعني، ما شاء الله عليك. احنا انت من الصبح ماسكه الدنيا عليها وطيها. خلاص هترفعه. هي ممكن تشيل منه الورق عشان تديله اللون بقى، تدخله الفرن تاني. ما احنا برضو ستات بيوت وعارفين الدنيا بتتعمل ازاي. بس بس احنا عندنا كسل شويه، مش نشيطه زيها. هتدخله بقى الفرن تاني اكيد. اهي لازم تديله وش. حمري بقى. هتقفل عليه تاني عشان يتحمر بقى وشه واجي الفرن. ما شاء الله على الطيور وعلى الجمال وعلى جمال الطبيعة اللي حواليها والريف. راحت بقى الكلبة تنضفه بقى وتظبط الدنيا معاه. مش ناسي حاجة صراحة. السوبر هيرو بتاعتنا خلاص. بص هي نضيفة حتى، بص خلصت راحت غسلة ايدها عشان لما ترجع تاني للأكل. طباخة ماهرة، ست بيت شاطرة جدا. اهي طلعته. ما شاء الله عليه. البطاطس. الرمانة بقى. ما شاء الله. بص الرمانة قد ايه كمان. شوف ناس زرعت الرمان اللي عندك، اكيد انت زرعيه. مش هتفصصيها تحطي كده براحتك. والله العيش بقى. هترص حواليه بقى الخروف تقريبا كده، ايوه بالظبط كده. هتقطع اللحمه حواليه. شايفين اللحمه دايبه. الف هنا الف هنا والله. ما شاء الله. طب فين بقى الناس اللي هتاكل، ولا انت لوحدك اللي هتقومي بيه؟ مش معقوله يعني. بتقول لكم بس مش ازاي. تحط الجلد مع الدبوسه دي بتخليه. الف هنا. انا مش بص مش عاجبني كمان الا البطاطس ما اتهرتش. البطاطس طالعه الواحده بوحدتها. تقولش ظابطه لدرجه حراره الفرن بالدقيقه بالثانيه. شايفين البطاطايه؟ والله عندي احسن من 100 خروف. بص البطاطس رهيبه. ست شاطره جدا يعني. والله ما فيش واحده مهريه. شايفين؟ ولا قشره حتى اتفكت. الله. ده عامله الاكل لبنتها. ده هما طبخين ايه، طبخين خروف. بنتها جابت لها العيش بقى، بص هياكله. ده الف هنا والله. إيه الجمال ده.